بسم الله وعلى بركة الله نبداو نهار اليوم. كيما راكم تشوفوا راح نديرو مع بعضنا بوزلوف في الفرن. بطريقة واش نقولكم، كلمة بنينة قليلة فيها. بنين هايل، حتى اللي ما يحبوش البوزلوف بالطريقة هذه راح يحبوه بإذن الله. المكونات، ولا البوزلوف اللي كان عندي انا كان تاع العيد الكبير. لحد الان يعني ما استعملتوش، كنت مخبياته. بصراحه احنا ما ناكلوش، العائله كامل محسوب ما تاكلش البوزلوف، خاطري انا والزوج تاعي اللي نحبوه. واليوم قررت باش نديرو. حطيته في الكوكوطه كيما راكم تشوفوا، هو مكونجلي كيما راهو هكا. حطيته، درت له الماء والملح وشويه تاع بصله بالطريقه هذه. بصله قطعتها خشينه برك، درت 3 مغارف تاع زيت. الزيت هنايا هو ميدم، البوزلوف راهو ميدم، لكن انا درتو باش ما يفيضليش. هذا هي الحاجه اللي تخلي البوزلوف ما يفيضش. هنا درت زوج قرون تاع فلفل والرند. كيما حبيتو داويوه شويه، ما تكثرولوش دوات لانه راح نطيبوه برك. ومن بعد راح نديروا له الدرسه. هنايا درت شويه تاع ثوم، وعندي مغرف تاع طماطم مصبره مع مغرف تاع هريسه. حطيتهم في الطاجين كيما راكم تشوفوا. واللي حبت تدخلوا في الفرن تقدر تدخلوا في الفرن، دير له هذا الدرسه وتدخلوه في الفرن. هنا عندي خليط تاع دبشه ومعدنوس، وضفت له لي زيبيس اللي هي كزبر، راس الحانوت، فلفل العكري حلو والحار، وفلفل الكحل. هنا ما ضفتش الملح لاني راح ندير فيه الزيتون، وديجا راني ملحت البوزلوف كي درتو في لاكوكوط يطيب. ضفت له شويه تاع لاموطار تعطيه بنه. وبيان سور راح ندير له كميه تاع زيت، لكن ما تكثروش باش ما يجيكمش ميدم بزاف. درت حوالي 3 مغارف برك. خلطت مليح الدرسه وخليت البوزلوف حتى نطاب. في لاكوكوط راح يدي معكم حوالي نص ساعه هكاك. بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا طاب زبده. شوفوا بهذه الطريقه. راح نقصوا طراف كبار كيما راكم تشوفوا، ما نقصوش طراف صغار، خلاص يكونوا متوسطين. نحيلو كامل هذوك العظام ونحطوه في الدرسه بهذه الطريقه. واش نقول لكم، ريحته راهي تشهي والله. تقدروا تاكلوه حتى هكاك بالماء والملح والبصله، كيما شفتوني داويتو تقدروا تاكلوه حتى هكاك. لكن بهذه الطريقه راح يزيد يعطيه بنه على بنه. درتو في الدرسه هذيك، خلطته مليح، وضفت له القليل من لاصوص هذيك اللي طاب فيها بعد ما صفيتها، حوالي كاس صغير. وراح نحطو يتكتك في الطاجين هذا. ولكن حبيتو كيما قلت لكم تدخلوه الكوشه، دخلوه الكوشه. هنا راهو يطيب. بعد ما طاب ما يديش وقت معنا طويل، ما يديش وقت طويل معنا، راح يقعد حوالي ربع ساعه هكاك. ضفت له الزيتون وزينته بالمعدنوس ولي طرونش تاع القرص. واش نقول لكم يا البنات، والله بنين بنين صدقوني، خاصه اللي محبين البوزلوف. بهذه الطريقه راح يجيكم هايل. قدمته بهذه الطريقه، ان شاء الله يستفادوا منه وتستفادوا من الوصفه هذه. ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.